نوبات الغضب او تانترمز. اكيد كلنا شفنا الجرثه دي قبل كده، منظر الطفل لما بيرمي نفسه على الارض وبيصرخ بعلو صوته في حاله هستيريه غير مبرره. ساعات الطفل بيصرخ ويرفص ويزعق علشان عيان، علشان جعان، او حاسس بارهاق شديد، او اكسايتد زياده عن اللزوم. لكن السبب الرئيسي لنوبات الغضب دي هو احساس الطفل بالاحباط في حاله تأييد حريه حركته، او من سمع كلمه لا كتير عمال على بطال، فبتتحوله الى صوت في الباك جراوند مزعج للطفل وكل الناس اللي حواليكم، اللي هو ها وبعدين بس مش قلنا بس ايه؟ تهمدي واسكتي يا كراملك. لان فهمهم القليل للعالم اللي حواليهم، زائد عدم القدره عن التعبير لغويا، زائد احباطهم من الاحساس بعدم القدره ده، بيساوي نوبات غضب او فضيحه بجلاجل. في المول، في السوبر ماركت، في المستشفى، عند الدكتور، عند صاحبتك، في الشارع، في النادي، انتوا وحظكوا بقى. سبب اخر بيكون ان الطفل بيحاول يحس باستقلاله عن اهله او عن القيود اللي اهله حاطينها له، ومن ذكائه هو بيعمل كده علشان يشوف رد فعلكم. سبب مهم جدا برضو بيؤدي الى حدوث النوبات دي هو غياب السيطرة على الطفل من الاهل، علشان لما زمام الامور بيفلت الاطفال بيتحولوا الى شياطين بالمعنى الحرفي. ازاي ممكن نتجنب نوبات الغضب دي؟ اولا اعرفي شخصية طفلك، لان في اطفال كتيرة بيستريحوا من الستراكشر، الحياة المرتبة او الجدول، ياكل في ميعاده وينام في ميعاده ويلعب في ميعاده ويصحى في ميعاده. بتتحول ساعته البيولوجيه اللي هي الحاكمه للمود والتصرفات بتاعته، وبتسهل لك انت انك تتوقعي ايه اللي ممكن يحصل، فتحاولي تعالجي المشاكل قبل ما تحصل. فانا عارف ميعاد اكله جه ااكله دلوقتي، ده هو بينام دلوقتي يبقى حله النوم. هتقلل الضبابيه كتير قوي، لان في الغالب مش هتكون لسه ما بينك وما بين الطفل ده في تخاطب، لان هو لسه ما بيتكلمش، لسه مش عارف يعبر. والنظام ده بيحسسهم بالطمأنينة وبيزود احساسهم بالامان والسيطره. لكن في اطفال تانية بيفضلوا التلقائيه، ومن هنا بتشوف انت شخصيه طفلك ايه وبتمشي على هذا الاساس. 4 حاجات لازم تتجنبوهم: الجوع، الارهاق، الملل، والاثاره زياده عن اللزوم. يعني تشيلي معاكي اكل وانت خارجه مع طفلك لو طفلك مش واكل كويس، او حتى لو واكل كويس شيلي معاكي سناك. ما تجرجريهوش وراكي في السوبر ماركت او في اي مشوار ان كان وانت عارفه ان ميعاد نومه قرب. شيلي معاكي لعبه يكون بيحبها، علشان لو انت مثلا قاعده في ميعاد ممل عند الدكتور او عند حد ومضطره تقعدي معاكي الطفل، طلعي له لعبته تلعبيه بيها تلهيه، علشان لو زهق هيزعلك. حاولوا دايما تدوهم حرية الاختيار، يعني تاكل موز ولا تفاح، تلعب بالعربية ولا بالدبدوب. لما طفلك يحس ان عنده اختيار، بيفرق اولا في تصرفاته، وبيفرق ثانيا في شخصيته وهو بيكبر. ما تقولوش لطفلكوا يمكن، لان الكلمة دي عند الطفل بتترجم او اوكي. يا ريت بلاش نلخبطهم، نقول لهم يا لا يا يمكن دي تعومي الدنيا وبتحطي نفسك في موقف انت مش قده. تمام، عملنا كل الخطوات اللي فاتت دي، بس لسه الطفل برضه وقع في نوبة من نوبات الغضب دي. نتصرف ازاي في وقتها؟ اهم خطوة لازم تتعمل ان احنا نتأكد ان الطفل مفيش حواليه حاجة ممكن تأذيه او تأذي الناس اللي حواليه. طبعا مفيش طفل زي التاني، ولا في ام زي التانية، ومفيش وصفة سحرية ولا حل موحد لجميع المشاكل. لكن في اغلب الاحيان الاستراتيجيات اللي جاية دي بتنفع. في حاجات من الاستراتيجيات دي صعب تعمليها وانتوا خارجين، دي بتتعمل لو الطفل عمل المشكلة دي في البيت. لكن للأسف الشديد الأطفال اللي بتعمل كده عادة بتنقي الأماكن اللي فيها ناس علشان تجرسك، وده يدل على ان هم بيعملوا كده قاصدين، ان هم بيعملوا كده علشان يبتزوكوا. حاولوا تفهموا الحتة دي كويس. لكن فكرة بقى انه حرام ده طفل ومش فاهم وبتاع، هيسحلك. هو فاهم وبيتلاعب بيكي وبيبتز عواطفك وبيسحلك. الطفل رمى نفسه على الارض وابتدى الحوارات دي، انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن احاول اقلب الموضوع لعب. يعني هو رمى نفسه على الارض، اروح انا رامي نفسي على الارض واعمل ان انا اصلي مش واخد بالي ان انت بتعمل نوبه غضب، انا فاكرك بتلعب فانا بلعب اهو. كاوبويز اند انديانز، جي اي جو، باور رينجرز بقى، كل واحد والناس الكاركترز اللي هم بيلعبوا بيها. فراح مدخله في لعبه ان هو ايه ده، احنا بنلعب صح ولا انت بتعيط؟ انت بنلعب ولا بنعيط؟ هتلاقيه هيلعب معظم الوقت. بس طبعا ده حل مؤقت، بس يتعمل في الفتره الاولانيه اللي الطفل بيعمل فيها كده، على اساس ان هو يبتدي يفهم ان انا مش لازم اكون غتت قوي كده، انا ممكن العب، ممكن اسلي وقتي. لان في معظم الاوقات يا جماعه الاطفال اللي بتعمل كده بتبقى عايزه اهتمام، بتبقى عايزه حد يركز معاها. ممكن تكوني انت مشغوله او بتشتغلي بره، عندك ضغط كبير او عندك عيال كتير، فالطفل اللي بيعمل الحركه دي بيكون عايز اهتمام وعايز الناس تبص عليه وعايز يوصل لك رساله. موضوع ان احنا نحاول نقلب الموضوع بلعب ده كمان بيعمل حاجه كويسه قوي، ان هو بيشتت انتباه الطفل.
وسلاح من اقوى الاسلحه اللي الاهالي ممكن يعملوها مع اطفالهم، يحاولوا يشتتوا انتباهه، لان هو الطفل لسه طفل مهما كان ذكي ومهما كان بيتلاعب فهو طفل، فانت تقدر تضحك عليه وتقدر تشتت له انتباهه، تاخده من هنا تحطه هنا بمنتهى البساطه لو انت على درايه بالمفاتيح اللي ممكن تستخدمها علشان تعمل كده. ممكن تقلبوا الموضوع ضحك، يعني انتوا مثلا قاعدين بتغيروا الطفل والطفل ابتدى يصرخ ويزعق ويرفص وهو مش عايزك تغيري له، فانا علشان اضحك على الطفل ده واشتت انتباهه انا ممكن البس الدايبر اللي انا بحاول البسها له على دماغي، ابتدي اعمل له اصوات كرتونيه واخده في قصه تانية خالص، هيبتدي ينسى كل حاجه ويركز مع الكاركتر الاهبل اللي واقف قدامه ده. انا بدل ما اضربه وازعق له والبسه بالعافيه ممكن اعمل له ستوري تشيله من النرفزه دي وتحطه في حاجه ايجابيه اقدر بيها اعمل اللي انا عايزه. ممكن تستخبوا، لان الطفل قلنا ان هو بيعمل كده على درايه ان هو بيعلم عليكم، فهو بالنسبه له لو انتم مش واقفين شايفين الفضيحه اللي هو عاملها لكم دي يبقى ايه فايده الفضيحه؟ فهتلاقي الطفل بيرمي وبيصرخ وبيعيط وبتاع مش عارف ايه، وبعدين بيرمي بطرف عينه كده هي امي فين؟ ولو ما لقاهاش هيسكت، يبتدي يدور بقى. المهم برضو ان انتوا ما تبعدوش كتير علشان ما تجيبولوش صدمه حياته، بس بعد ما توروا له نفسكم اختفوا تاني، فانتوا كده بترغموه على ان هو يتحول من تانترم لاستغمايه. فدي ممكن تعمليها في الاماكن العامه ممكن تنقذك. طبعا مش في كل الاوقات، في اوقات بيبقوا تعبانين وعيانين، بس برضو لما بيبقوا تعبانين وعيانين ما بيبقوش بالشراسه بتاعت لما بيبقوا بيمثلوا او بيبتزونا. الحركه دي فيها سنه شر بس فعاله جدا. هي والطفل بيعيط ورامي نفسه على الارض انا ممكن اروح مشتغله وابتدي اقول ايه ده بوني او ايا كان الكاركتر اللي هو بيحبه، يعني هو غصب عنه هيبتدي يدور معاكي على اللي بتقولي ايه بوني تعالى، وتاخديه تقوميه تخليه يقوم من على الارض جري يجي وراكي، وتقعدي مثلا انت في مول ولا حته تبتدوا تدوروا على البوني فين، تقولي ملحقناهوش المره الجايه خلصت. في الاماكن العامه طبعا الموقف ده بيبقى صعب قوي، فلو الطفل عمل كده برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن نحاول نعملها ان احنا نحاول نشيل الطفل بهدوء. لو لقينا الطفل ما بيتشالش ما نحاولش نشيله بالعافيه علشان هيخسرنا، خصوصا لو دي الام مش الاب ما عندهاش القوه الكافيه انها تنزل تحت وتجيب العيل وتشيله وهو بيعافر، فيعني انت ممكن تقعي معاه. مهم قوي ان انتوا ما تنفعلوش وان انتوا ما تزعقوش، واغراء ان انا اروح ماسكه ورنه علقه قدام كل الناس. يا ريت لو تمسكوا نفسكم شويه، لان انتوا كده ما بتحلوش اي حاجه وبتدمروا في شخصيه الطفل ده للمستقبل. فهو الحل مفيد جدا ان انتوا تحاولوا تشيلوا الطفل ده من على الارض بهدوء وتحضنوه وانتوا قاعدين ساكتين مش بتكلموه ولا كلمه لحد ما يبطل عياط، لان احساس الطفل بالامان ده حاجه من اهم الحاجات اللي ممكن بتبني الشخصيه السويه في المستقبل. اول ما يوقف عياط تروحي حاطاه قدامك تمام ومكلماه بمنتهى الهدوء وبتقولي له على فكره اللي انت عملته النهارده ده انا مش هعديه، انا زعلني جدا واحرجني جدا. كلموا معاهم زي كانك بتكلمي واحد عنده 14 سنه، هيفهمك، يبتدي هو مستواه العقلي يرتقي. ما تكلموش الاطفال ما تعملوش كده خالص. هتقولي له انا مش هلعب معاك ومش هرد عليك، مش عايزه اتكلم معاك لحد ما تتعلم تحترمني، وسيبيه قاعد جنبك او قريب منك من غير لعب، من غير تلفزيون، من غير ايباد، من غير كلام، مسبول، من غير قسوه، مهم. وسيبيه قاعد ساكت على قد ما تقدري، ويا ريت انت كمان تكوني قاعده ساكته. ويا ريت لو انت عملتي كده وانت مثلا خارجه تقطعي الخروجه في نصها وتاخديه وتروحي بيه وتقعدي انت وهو من غير شتيمه، من غير زعيق، من غير هاب، من غير ضرب، من غير اي حاجه خصام. انت احرجتني، انت كده حولتني الى كائن سلبي مش هيتعاطف ولا هيتعامل معاك خالص. لحد ما تشوفي ان هو الى حد ما حس بغلطته هتروحي قلبه السلبيه دي الى حنيه مفرطه، ولان وانس ان هو اتعلم النقطه دي لازم بعد كده تعوضيها بعطف وحنان كتير علشان تبني شخص سوي وتعرفيه ان شفت لما انت بتبقى حلو انا حلو، لما انت بتبقى وحش انا وحش. لو جيتي تشيليه ما قدرتيش تشيليه انه عافر معاكي وبقى طحش، في عيال بتعمل كده لحد 5 سنين، انا 5 سنين ده لو بيعافر في الارض لو جبت بلدوزر مش هعرف اشيله. فهتاكد ان انا واقف في حته هو شايفني فيها وباصص له بقرف وعدم اهتمام، واوصل له المعلومه ان انا ما وراياش حاجه. انت ممكن تعيط كده للسنه الجايه، انا واقف وباصص عليك ومحتقر اللي انت بتعمله، مش هكلمك ولا كلمه، هات اللي عندك كده. مهم قوي ان يشوف النظره البارده، ما يشوفش حد متعصب، ما يشوفش ان انا واقف اهري وانكد في نفسي كده، هو بيعمل اللي هو عايزه، لكن انا واقف تمام خلصت كلامك عملت البونت انا اهو واقف استنيك. هيبطل عياط، عامل ايه يعني؟ يقعد يعيط لحد بكره او يعيط بقى لحد ما ينام وتشيليه وهو نايم. ما تحاولوش تتفاهموا بعقلانيه مع الطفل وهو في الحاله دي، يعني مش هو يبقى بيعمل نوبه غضب وانا عمال اقول له مالك انت ليه بتعمل كده، طب انت عايز ايه، طب انا هقول لبابا. مهم جدا لما تكونوا في مكان عام وفي ناس كتيره حواليكوا تفكروا في طفلكوا فقط وتنسوا كل الناس اللي حواليكوا دي، واللي مش عاجبه يروح تمام
علشان لو اديتوهم ودانكوا وسمعتوا حاجه نرفزتكوا ممكن يتسببوا في ان انتوا تعملوا رد فعل قاسي قوي بزياده انتوا ما كنتوش هتعملوه، وتعملوه بسبب انه حد اسفنك وتندمي عليها بعدين، لان في الاخر ده طفلك. اهم حاجه انه مهما عيط ومهما عمل فضايح ومهما صرخ ومهما عض في الارض، السبب اللي هو عمل كده عشانه ما يتحققش. يعني لو انا عملت كده عشان عايز لعبه، لو جبتيله اللعبه قضيتي على علاقتكم للابد، لان ببساطه الاطفال بتتعلم الفعل بيساوي رد فعل. فانا النهارده لو جيت رميت نفسي على الارض وصرخت وعملت لك فضيحه وخدت اللي انا عايزه، يبقى انا كل مره ابقى عايز حاجه هعمل لك فضيحه. من الاخر كده الاطفال كبار كمان والله بيحتاجوا اهتمام، بيحتاجوا يحسوا ان في حد باصص عليهم ومبسوط بيهم وخايف عليهم، من اصغر طفل لاكبر شنب، حتى لو كان في عقلنا الباطن. فكل ما زودتوا اهتمامكم باطفالكم افعالهم هتكون في غالبيه الاوقات تبسطكم. ربنا يوفقنا كلنا.